بطل فيلمنا اليوم شاب لطيف اسمه جيوشوان. لعب القدر معه لعبة عجيبة دخلت عاطفته بعالم تاني. بيرجع فينا الزمن 16 سنة. جيوشوان طفل يتيم الأم ووحيد، عم يحاول يحتفل بعيد ميلاده. بتمر من جنبه بنت الجيران طفلة صغيرة اسمها هان شويان. بتقله هان شويان ليش التراب على وجهك؟ بيقول لها عم ساوي كعكة عيد ميلادي. بتقله رح شاركك الاحتفال، وبيلعبوا مع بعض أجمل لعبة بريئة. شويان بهالمناسبة بتهديه أرنب، بظن جيوشوان إنه بطة. بتقله شويان هذا أرنب، بيشغل الشمعة وبيتمنى أمنية. بيقضي مع شويان أجمل أيام طفولته. بأحد الأيام بدق جيوشوان الباب على بيت شويان لكن بلاقيهم انتقلوا. بيرجع لجيوشوان كابوس الوحدة، وبيتمنى يجي اليوم اللي بيرجع يلتقي فيه مع شويان. بتمر الأيام والأعوام، بعد 16 سنة منشوف أجواء عرس. يوم زفاف رفيقه تيدي على رفيقتهم أوليفيا. شويان أعز صديقة لأوليفيا وعم تصنع لهم أعظم كعكة لهالمناسبة. وهي طالعة بيصرخوا لها من المطبخ صارت مصيبة، في طفل أكل من الكعكة. تخرب القالب وباقي على الحفل أقل من ساعة. بتشوف جيوشوان قدامها بتطلب منه المساعدة وبتشده من إيده. بهاللحظة هن الاثنين ما بيعرفوا بعض. بتقله أنا بورطة ساعدني بتصليح الكعكة، الزفاف وضعه حرج. بيصعدوا العرسان على الزفة، جيوشوان وشويان هن الوصيفين، وبيبدأ العرس بشكل أسطوري. جيوشيان عم بتأمل ملامح شويان، ملامح قريبة من قلبه كتير ونفس الحركات. بيحكي مع حاله بيقول مستحيل، هي حبيبة عمري شويان، لا يمكن إني خليها تروح مني. بيخلص العرس وبينفضوا المعازيم. بيطلع جيوشوان يدور على شويان وبيلحقها. بيمشي وراها مباشرة. بتقله شويان شكله طريقك نفس طريقي. بيقول لها ايه صدفة، طريقي على طريقك، بالإذن منك اجا الباص تبعي. تنطلق وبتطلع بالباص. جيوشوان ما بيتردد، بيطلع وراها على الباص مباشرة. بيجي على شويان بيقول لها افتحي هالعلبة. بيقول لها طيب شوفي لي هالعلبة، وبيكون راسم عليها أرنب. تتذكر شويان بطة جيوشوان وأيام الطفولة البريئة. نعم هذا جيوشوان صديق طفولتي. مفاجأة جميلة وأجمل من العرس بكتير. تبدأ شويان حياة جديدة. وين ما بتروح جيوشوان بيطلع لها. جيوشوان صار مصمم ألعاب لأجل شويان، وشويان صارت محترفة بصناعة المعجنات بسبب جيوشوان، وبيعلنها جيوشوان قدام رفقاته وبيطلب إيدها قدامهم، وشويان على السريع بتوافق. مفاجأة سعيدة وبيطيروا رفقاتهم من الفرحة. توطدت العلاقة وصار الموضوع رسمي. بيقضوا مع بعض لحظات رائعة، أيامهم كلها صارت رومانسية. للحظة بيجي جيوشوان اتصال، غير هالاتصال أمور كتير. بيموت والد جيوشوان وبتعترض طريقه عصابة خطيرة. أبوه كان متدين منهم خمور بمبالغ كبيرة، بيهددوه وبيلزموه أنه يسددها. بيبلع الجمرة بقلبه وبيحضن شويان. بقرر يشيل المسؤولية بدون ما يخبرها. ببداية عام 2022 بيكون عيد ميلاد جيوشوان. شويان عم بتحضر له كعكة مميزة. بيقول لها في عقد بدي وقعه، خلصي بسرعة خليني وصلك على أوليفيا. بيستناها بالسيارة وبيلحق عليها بالاستعجال. من شدة العجلة بتوقع وقعة قوية وبتجرح إيدها. بتقله مو انت مستعجل، قوم خلينا نوصل. بتمر قدامه مرة كبيرة كاد انه يدهسها. بتسمعه كلام تعيس وبتسمله بدنه. بينفعل على شويان بوصلها على بيت اوليفيا ومعها اغراض كتير. وهو طالع من عندها من البيت بينقطع من كمه زر المعطف، بيشيله من الارض وبيحطه بجيبه. بيقعد مع تيدي ليشربوا قهوة. اثناء شربه للقهوة بينسقب الكوب وبلوت ثيابه. بيعطي جيوشوان منديل. بيجي اتصال لشويان من وكالة تحصيل الديون. جيوشوان متدين منهم مبالغ كبيرة. بتروح لعند جيوشوان على شغله وبتواجهه بالحقيقة. بتقله ليش كل هالمبالغ يلي عليك؟ في قصة انت مخبيها. بيقول لك جيوشوان ابوي كان متدين مبالغ كبيرة وتفاجأت فيها يوم وفاته، اصحاب الدين تسلطوا علي. بتقله شويان وين المشكلة؟ فينا ندفعهم من مدخرات افتتاح المتجر. بيقول لك جيوشوان انا بهالطريقة بكون عم دمر لك مستقبلك. انت بتستحق انسان احسن مني، انا انسان فاشل وما بستاهلك. بينكسر خاطر شويان وبتنجرح كتير. تطلع شويان مكسورة. بيطلع لعندها وبيلحقها، بده يصلح الكلام اللي قاله. تسحب سيارة العمال حبل متعلق بلافتة كبيرة. شويان تحت اللافتة مباشرة. تهوي عليها اللافتة بالكامل. جيوشوان بوقف قلبه وما بيقدر بيعمل شي. بيلحق جيوشوان وبيحاول يرفع الحديد. وبتجي سيارة الإسعاف لكنها تأخرت كتير. جيوشوان لحاله بالمشفى ومو قدران ينسى المنظر. شويان انسحبت منه بسرعة البرق. بيحاول يطمن تيدي لكن بيقول له شويان توفت. انكسار وانهيار رهيب. أحلامه وأحاسيسه تدمرت. البيت صار موحش ومخيف. غابت عنه الروح اللي كانت مزينته. بيلاقي شويان كانت محضرت له كعكة عظيمة. بيلوم نفسه كتير وبينفخ على الشمعة وبيقول يا ريت ترجع لي شويان. بعد الأمنية بيصحى جيوشوان بيلاقي حاله ببيته. شوف شويان عم بتحضر له كعكة عيد ميلاده. بيقوم بيحضن شويان فورا. الحلم اللي شافه كان مخيف كتير. بينزلوا يودوا اغراض على اوليفيا. توقع شويان بنفس الطريقة. في شي بين الواقع والخيال عم يتكرر. بيطلع بالسيارة وبيصدم شاب صدمة صغيرة. عجيب كتير، نفس الاصطدام وذات المكان. بيوصل مع شويان الاغراض وبيوقع من كمه الزر بنفس الطريقة. بيقعد مع تيدي ليشربوا قهوة. بيوقفوا بيقول له هذا الكوب مثقوب، راح توسخ ثيابك، وبينقي له كوب جديد.
ومع ذلك بدون أي فايدة بيتصرف بنفس الطريقة. يوشوان صابه ذهول، بيعمل لشويان مفاجأة وبياخدها على المتجر اللي وعدها فيه. بيكون مكان جميل ومثل ما بتحب شويان تماما، لكن بلحظة بيوعى جنب الضوء وكاد يأذيها. وهن راجعين بيشوفوا شخص عم يعنف ابنه كتير بشكل غير منطقي. بيحاول جيوشوان يدافع عن الطفل، لكن الأب بيتمادى بالضرب وبيدفع شويان دفعة خطيرة كادت تؤذيه لعيونه. جيوشوان ما بيتمالك نفسه وبيضرب الأب بكل قوته. بتهديه شويان وبتمنعه. جيوشوان بيصير بمخفر الشرطة. جيوشوان ازدادت مخاوفه. شويان مهددة بالموت، كل المؤشرات بتدل على هيك. بيطلب من الشرطة يأخلوا سبيله. جيوشوان خايف كتير. بيجي اتصال من إدارة المرور بيقولوا له شويان تعرضت لحادث، وفعلا تنقلب سيارة شويان. الشرطة بتمنعه بالقوة. الحلم المخيف صار معه فعلا. شويان ماتت وما بإيده يعمل أي شيء. بيجري بسرعة على البيت وبيطالع الكعكة وبيشغل الشمعة الأخيرة بقلب مكسور، وبيتمنى بألم شديد يزول عنه هالكابوس. بينفخ على الشمعة وبيقول يا ريت ترجع لي شويان. بفيق جيوشوان وكأنه ما في شيء حصل أبدا. بتقول له شويان أنا آسفة إني فيقتك. بيقول لها بالعكس منيح إني فقت. بيرجع لشويان وبيقول لها بدك تروحي شي على أوليفيا. بيجي جيوشوان ليلبس السترة الصفرة لكنه بيخاف منها. بغيرها وبيلبس وحدة سودة. بياخد شويان ليوصلوا نفس الغراض. بيمسكها من ايدها بقوة لكن ما في اي فايدة. بتوقع شويان نفس الوقعة. بيتأمل الشارع خوفا من اي حادث، لكن نفس المكان ونفس المشكلة. بيزداد عنده التوتر والقلق. بيوصلوا على أوليفيا. بتقول له شو صاير جيوشوان؟ بيقول لها الحقيني في عندي إلك مفاجأة. بياخدها على حديقة غريبة. بيدخل جيوشوان وبإيده باقة ورد محضرها خصوصي لشويان، مفاجأة من أجمل المفاجآت. بيقول لها بشكر الله لأنه جمعنا من جديد. خاتم هالخطبة هاد أقل شي ممكن أقدم لك إياه. بلبسها الخاتم بصيروا مخطوبين بشكل فعلي وبيتعانقوا بحرارة كبيرة. أوليفيا اللي حضرت لها اللقاء. بتقول له جيوشوان خلينا نروح على البيت ونكمل هنيك عيد ميلادك. وهي عم تقطع الشارع بتجيها سيارة مسرعة كتير. جيوشوان بيسحبها بصعوبة، بيمسكها منيح وهو خيفان وما بيلحقوا. بتجيهم سيارة تانية. جيوشوان بيحضنها بقوة بيعمل المستحيل لأنقاذها. بتفيق شويان وبتصحى من الغيبوبة. تعرضت لحادث أليم وكان موتها مؤكد. شويان بتسأل أم عن جيوشوان. بيقولوا لها جيوشوان توفى، ضحى بنفسه لحتى يحميكي. تصاب شويان بصدمة أليمة، خسرت أعز إنسان بحياتها. جيوشوان ما كان مجرد حبيب عادي. تبكي شويان بكل ألم، تتمنى تكون هي اللي ماتت. بيدخل عليها تيدي وبيقول لها شويان لازم يكون إيمانك بالله كبير. بتقول له يا تيدي هل قصة جيوشوان بالعودة بالزمن حقيقية؟ بيقول لك جيوشوان حكالي على كل شيء. بتقول له تيدي أنا بدي أتصرف. شويان بتمتلك القدرة نفسها، عندها حب وإيمان عظيم. بتروح وبتجيب الشمعة وبتتمنى الأمنية الأخيرة، تتمنى أنه ما يكونوا عرفوا بعضهم من الأصل. ضحت شويان بحبيب العمر، قلبها بيرفض يموت جيوشوان، والحب العظيم اللي كان بيناتهم يصير طي النسيان. ترجع بالزمن أكتر بكتير. عجلة الزمن عم ترجع بسرعة جنونية. تدعي شويان بنية صافية وقلب جريح وبتنفخ على الشمعة. تصحى شويان بتلاقي حالها ببيتها. برن الهاتف تطلع لها أوليفيا. بتقول لها لساتك نايمة؟ شو نسيتي إنه اليوم عرسي؟ شويان ما استوعبت ولا كلمة. بتطلع على التقويم بتلاقي حالها بعام 2018. رجعت 5 سنين لورا. العرس عم يتحضر ولسه ما صار. تركض على تيدي وبتسأله عن جيوشوان. بيقول لها شويان إمتى تتعرفتوا على بعض؟ بتقول له لا ما في شيء، أنا ما بعرفه. بتحاول تدور على جيوشوان. بتزور الأماكن اللي كانت تجمعهم الصدفة فيها. تستسلم للأمر الواقع وبتقرر تعيش لحالها وحيدة مثل ما كانت من قبل. تمضي الأعوام وبتنطفي الشمعة. حل العام الجديد. متجر شويان للحلويات بنته بإصرارها وعزيمتها. فجأة بيدفع جيوشوان الباب. بيدخل بيسألها عن كعكة الأمنيات. شويان تنصدم لما بتسمعه. تندار وبتلاقي جيوشوان بينشل تفكيرها وما بتصدق. معقول قدامي جيوشوان؟ تتمالك نفسها وبتبكي بألم شديد. بيسألها جيوشوان عن اللعبة. بيقول لها شو هي بطة؟ نفس العبارة البريئة. بتقول له لا هذا أرنب. بيفرحوا كتير لما بيشوفوا بعض. رب العالمين جمعهم بعد فراق طويل. بيخطبها جيوشوان وبيتجوزوا من جديد. عاشوا مع بعض العمر كله. قصتهم خالدة وخلفوا أولاد وأحفاد كتير.